طب تعرف ان العمالقه ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم اللي شفناهم من شويه وهم بيمارسوا حريتهم الشخصيه دول ما كانش عندهم حريه شخصيه اصلا؟ اه والله العظيم زي ما بقول لك كده، دي كانت صورتهم قدام جماهيرهم اهم من الحياه ذاتها. طب تعرف ان ام كلثوم بجلاله قدرها ما قدرتش تقول انا حره اعمل اللي انا عايزاه وهي بتختار شريك حياتها؟ شريك حياتها يا مؤمن يعني بتتجوز حضرتك، يعني بتهيألي مفيش خصوصيه اكتر من كده يعني. ومع ذلك لما جماهيرها قالت لا مش هتتجوز الملحن محمود الشريف، اولا لانه متجوز، ثانيا لانه مش قيمتها، ثالثا لا يعني هو مش عاجبنا يعني مش مناسب ليها. لا 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 مش موافقين، يلا يا ست خش جوه مفيش جواز. طب تعرف انها ما قدرتش تفننهم كلمه؟ اه والله العظيم وسابته فعلا. عارف ليه؟ جيس وات؟ لان الفنان مش ملك نفسه، خاصه اللي عندهم جماهيريه طاغيه. ما قالتش انا حره اختار شريك حياتي، انتوا ليكوا عندي اغاني وبس. دي قعدت بعدها 10 سنين مضربه عن الجواز لحد ما اتجوزت الدكتور بتاعها وهي عندها يجي 56 سنه يا راجل. الحمد لله انهم سمحوا لها تتجوز في الاخر، صعبت عليهم باين. ام كلثوم ما قدرتش تعملها لكن عمرو دياب عملها. ام كلثوم ما كانش عندها حريه شخصيه لكن عمرو دياب عنده. طب تعرف ان عبد الحليم حافظ بجلاله قدره لما شخط في الناس لما غلوشوا عليه وقعدوا يصفروا كانت وقعته سودا؟ كل اللي قاله لهم بس بقى قطعته القنوات والصحف وفضل يلف على الصحف والقنوات يبرر ويوضح، وجري بعديها على فيلته في اسكندريه وجاله نزيف. وقتها كتب اول مذكرات ليه بخط ايده اللي قال فيها اين انا من الحزن؟ انا في قلب الحزن تماما. عارف الكلام ده امتى؟ ما كانش في بداياته، ما كانش لسه بيحاول يكون قاعده جماهيريه، ده كان قبل ما يموت بسنه، يعني في قمه مجده. ما ضربهمش بالقلم وقال انا حر. ده صباح يا مؤمن لما اتجوزت رشدي أباظة في بيروت الصحافه شنت عليها هجوم ضاري واتهمتها بخراب بيت ساميه جمال. ما قالتش انا حره. جيس وات؟ سابته بعد 3 أسابيع وطلعت قالت كده بالنص: خفت اخسر جماهيري فاخسر كل حاجه، كان يضحي برشدي أباظة يضحي بجماهيري، فضحيت برشدي أباظة. يا عيني عليك يا رشدي. ما قالتش بقى دي حريتي الشخصيه ما حدش يتدخل فيها، انتوا ليكوا عندي افلام واغاني وبس، انا اتجوز اللي اتجوزه. كل العمالقه دول ما كانش عندهم حريه شخصيه وكانت صورتهم قدام جماهيرهم اهم من حريتهم الشخصيه، لكن الحريه الشخصيه اتعملت عشان استاذ عمرو دياب.